لو انت عندك براند هدوم او سوبر ماركت او ايا كان الخدمه اللي انت بتقدمها ومحتاج تعمل لها ويب سايت تعرض عليه الخدمه بتاعتك، تفتكر هتختار انهي ديزاين للويب سايت بتاعك؟ هل الديزاين اللي كله الوان واشكال وشكله حلو ويشد العين، ولا الويب سايت الهادي اللي فيه لون تقريبا او لونين؟ فانا لما اخيرك بين الويب سايت ده والويب سايت ده، طبيعي هتختار اللي كله الوان وشكله حلو. لكن تعالى كده نبص على اشهر المواقع اللي بتحقق مبيعات تقريبا في العالم كله، هتلاقي ان المواقع ديت كلها ما فيهاش اي ديزاين ومجرد لون واحد او لونين اللي موجودين في الموقع كله. فليه هم بيعملوا كده؟ هل مثلا ما عندهمش قدره ان هم يعملوا الديزاين الحلو والجميل ده؟ اكيد لا. كل الحكايه ان اللي داخل يبص على الموقع بتاعك هو مش داخل يتفرج على ديزاين حلو، هو داخل يتفرج على المنتج بتاعك، لان المهم تكون كل حاجه بالنسبه له سهله، ان هو يتفرج على المنتج، يشوف تفاصيله، يعمل اوردر. دي الحاجه المهمه بالنسبه لينا احنا كمستخدمين للموقع. فلما تيجي تعمل موقع للخدمه اللي انت بتقدمها، ايا كان انا اللي اعمله لك ولا حد غيري، اختار الحاجه اللي تكون سهله الاستخدام، اللي الناس تعرف تستخدمها وتعرف تعمل اللي هي عايزاه لما تدخل الموقع ده. لان غالبا الشكل الحلو والمناظر والصور الكتير والالوان الكتير هتلفت الانتباه، بس هتلفت الانتباه عن المنتج اللي انت بتقدمه.